نتعاملوا مع هذا النظام. انتوما اللي راكم تعطوه الشرعيه، انتوما اللي راكم مغلبينها علينا. ونروحوا نولي ما رانيش نقول لخوتي المغاربه هما خيرهم في رقبتنا وفي هما تاج ريصنا، والله خيرهم والله ما ننساه. انا واحد بعدا والله خيرهم في رقبتي وفي عنقي الى يوم الدين. داروا فينا خير والله يكثر خيرهم، وقفوا معنا يوم ما كنا وحدنا كانوا داروا علينا لومبارغو، كانوا داروا المينا ما بيننا وبينهم حقق، وكانوا يدخل كل شيء، كانت تدخل مؤونه، كان يدخل سلاح، كان يدخل كل شيء، كانوا يقطعوا السلك ويفوتوا المينا. شحال من واحد طردت عليه المينا باش هادو يجوا يحكموا فينا بالوكاله. يا خوتنا فيقوا. الشعب الجزائري اولا انت من تتحد، الاولى تتحد، ومن بعد الاتحاد قوه، ومن بعد من يكون الاتحاد تكون القوه باذن الله. اتحدوا باش تكون القوه. الا قعدتوا هذا تحيا تبون وهذا لا ماشي تبون، وهذا لا انا راني هكا وراني نخلص، لا هذا انا ديت باطيمه، لا هذا انا ديت بروجي، لا انا ديت فورغون، والله العظيم البلاد تقعد كما هكا سايبه. تولي حاشاك تشوف الناس تخرب برا، حاشاكم وحاشا قدركم. وين راكم رايحين؟ والله اعلم. وسمحوا لي على كل حال ولا غلطت ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله يا خويا محكمة العدل. تفضلي اختي، تفضلي اختي بنت العدل. لا تكلم. والله الكلام ديالك يعني انا نتكلم بحرقه، والله المهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واش غادي نقول لك؟ الله يجيب الفرج للرجال بحالكم اللي كطالبوا بالحريه وطالبوا داك الشيء اللي معقول يعني واش غادي نقول لك؟ راك في وسط خوتك اخويا محكمة العدل، مرحبا بك. وقتاش ما بغيت تجي تكلم تخوي قلبك، مرحبا بك وراحنا حاسين بك ومتضامنين معاكم مع الاحرار، متضامنين معاكم 100% كما عاهدتوا في اخوتكم المغاربه. راه حنا مع الاحرار، اللي تمشى معنا بالنيه راه نموتوا حنا وما يموتش هو. مهم واش غادي نقول لك؟ انا والله الاسد خويا اسمح لي، بارك الله فيك، اسمح لي. انا ضد اي حر ويقول لك انا ضد هذا النظام ويسب الملك، لعنة الله عليه. كان هو حر والله يا هذا سيدهم وسيد سيدهم. الا ما قلت انا لو كان يكون معايا في لايف احرار ونعرفهم باللي احرار وضد النظام ويسبوا الملك، الله يعطيهم حبه في اللسان. لخاطرش هذاك ما دارلكم والو، هذاك ما دارلكم بترول، ما شردكم، ما خرجكم في البحر، ما دارلكم حتى حاجه. مسكين سمعت هذاك سيدكم وسيد سيادكم وسيدنا الله ينصره. اقسم بالله انا نبغي في الله باش تكون حر وتدافع على الفقير والمسكين وتجي تسب الملك، لعنة الله عليك. هذا اللي يدافع على الناس المغلوبه ما يعايرش السياده. والله اذا جبتيني البكيه اخويا الجزائري، نتمنى من الله يفك الاسر ديالكم، يفك الوحي ديالكم وتخلصوا من هذا النظام اللي تسبب. لان هذه البلاد صراحه عندها طاقات وعندها موارد يعني بامكانها يعني تخلي الشعب ديالها ما يبكيش في مواقع التواصل الاجتماعي بحال هذا الاخ. للاسف الشديد نتمنى يجوا نهار يا خويا وتعيش ديك الحياه اللي هضرتي عليها واللي تمنيتيها في الجزائر. ومن خلالك اخويا حنا كمغاربه راه واخا كنهضروا حنا كمغاربه على الجزائر، ما كان لا نكون اي حقد لهذا الشعب. والله انا شخصيا واخا كنهضر شويه من ناحيه على الاوضاع في الجزائر وداك الشيء، ولكن يعني من الداخل ديالي والله العظيم لا استطيع ان اشتم جزائريا، لاننا عارف ان هذا الشعب سياتي يوما ويتخلص من هذا النظام. وهذا الشيء اللي بغينا حتى حنا، لان حتى محمد السادس يعني اللي في الخطابات ديالهم اللي كيقول النظام الجزائري نساو علينا الماضي، اجي واخويا نبنيو الحاضر والمستقبل ونبنيو من اجل لمصلحه شعوبنا، يعني من اجل مصلحه الشعوب. ونتمنى واخويا يجي نهار وتحقق كل ما قلته في هذا اللايف اخويا. والله يا خويا العزيز، والله العظيم يا خويا العزيز، انتم ماشي خوتي، انتم ولاد خالتي، اقسم بالله نبغيكم في سبيل في الله. المهم انا بغيت نقول لك غير حاجه. الانسان حتى الا ضاق به الحال ولا ما عرفش من يشاور، قال لك اللي ما صاب ما يشاور حجره. يا خوتنا حتى الا ما تعرفوش تسيروا هذه الجزائر اللي فيها 2 ملايين وشي متر مربع، كالك متر مربع، يا خويا معليش استعينوا بالناس اللي تعرف، ديروا في يديكم في الناس اللي تعرف.
تعطيكم الحلول. وين راه المشكل؟ انا عندي مشكله نجي نحطها لخوتي، خوتي راه عندي مشكله، راني كدا كدا كدا، عاونوني غير بحال. اقسم بالله راني كاتبها ونسيتها، كتبتها في واحد البلاصه، كنت راسلنا استاذه جامعيه، كنت راسلنا وكنت نكتب، وقت نريح لعب الدومينو ولا كنت نكتب ونطالب بالمدير بالمكتبه، يقول لي انت واش دخلك؟ دير لي مكتبه، انا ما نبغيش نلعب الدومينو والكارت، دير لي مكتبه. كنا نحوسوا نصلحوا حتى السجن، حتى في السجن كنا نخاطروا في السجن يا عباد الله، مسجونين. واش من بعد السجن؟ كان عندنا من بعد السجن الموت، ما عندناش حاجه واحده اخرى. انا كي ندخل السجن صاير، من بعد السجن واش؟ نموت ونهضر ونقابل المدير، نقابل الديتونسيون، ونقول لهم ودي ها المشكل ها المشكل ها المشكل ها المشكل. عمرنا ما تحطنا ولا شكمنا، الحمد لله. حتى المدير الحبس يكون يدور كي ساعه، نجي نولي انا نتمشيه كما نبغي. خويا دير لي المكتبه، وراه المشكل الناس تقرا الكتب، كي يدخل هنا اعاده التربيه، هذه هي باش تعاود له التربيه. هذا هو، وفر له الجامع، وفر له جامع، ما يصليش في الصلاه، دير له جامع، يخرج يصلي في الجامع ويولي. اعطيه الحريه في السجن، اعطيه الحريه غير في السجن. خويا مانيش نقول لك اخويا تلقاه يروح يدور ويولي في السجن، في السجن يقلع لك السروال ويقول لك قنبع وكح. هذه يديروها التراريس، ها، هذه يديروها عندكم في الحبس، هذه يديروها عندكم في الحبس، ها. هذو الناس هذو يديروا في شعبهم هكا. هذو خوتك، هذو اللي راك دير فيهم، هذو اللي راك دير فيهم هادشي في الحباس. علاه هادو خوتك الرب الكريم، دير علاه طيح لهم في قيمتهم زعما باش الشعب الجزائري ما ينجمش يرفع راسه، باغي يهبطوا له راسه، ومن بعد يقول لك حنا قوه ضاربه. يا خويا ارفع راسك، ارفع للشعب راسه، ارفع للشعب راسه، ارفع للشعب راسه. علاه؟ لان الشعب راسه حاطه، راسه مهبطه. الشركات اللي يروح يخدم تلقاه مذموم، اللي يروح في البحر، يروح لاوروبا، يروح لاي بلاد، تلقاه مسكين ما عارف منين يبداها، ما عارف منين يبداها. يا عباد الله، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمح خويا الجزائري كاين في الجزائر ولا خارج الجزائر؟